بالتفاصيل الكشف عن سبب زيادة مدة غياب أكرم توفيق عن النادي الأهلي. هنقول التفاصيل رجاء من فضلك شارك الفيديو. أثار أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة من الجدل بعد تصريحاته بشأن إصابة أكرم توفيق، وأكد طبيب القلعة الحمراء زيادة مدة غياب أكرم توفيق وانتهاء موسمه بشكل رسمي مع النادي الأهلي، حيث كان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال تدريبات الفريق ليغيب فترة طويلة جديدة. ووفقا لتقارير من داخل القلعة الحمراء فإن أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادي الأهلي يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل طبيعي، حيث أوضحت التقارير أن اللاعب سيغيب الفترة الطبيعية لإصابته بقطع في الرباط الصليبي وهي 9 أشهر وفقا للبرنامج المخصص. وأشارت التقارير إلى أن اللاعب كان قد عاد من قبل بعد 6 أشهر فقط بسبب تكثيف برنامجه العلاجي. كما أكملت التقارير أنه حرصا على مستقبل اللاعب وعدم حدوث انتكاسة جديدة له فإن هذا الأمر لن يتكرر وسوف يخوض البرنامج بشكل طبيعي وكامل. وفي سياق متصل كشف الإعلامي محمد فاروق تفاصيل جلسة مسؤول النادي الأهلي مع وكيل أعمال نجم الفريق للحديث عن رحيله عن صفوف المارد الأحمر بالفترة المقبلة واحترافه في أوروبا، حيث تحدث محمد فاروق خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج البريمو، حيث قال أن النادي الأهلي فتح الباب أمام رحيل المالي إليو ديانج خلال الفترة المقبلة. وأضاف تم عقد جلسة مع وكيل أعمال اللاعب المالي وتم الاستقرار على سعر بيعه بالصيف المقبل. واختتم مسؤول المارد الأحمر حددوا الحصول على ما يقرب من 6 مليون دولار للسماح برحيل إليو ديانج عن صفوف الفريق، ويستعد الشياطين الحمر لخوض مواجهة هامة في بطولة الدوري المصري الممتاز ضد المقاولون العرب مساء الثلاثاء المقبل في مباراة قوية. شكرا لحضراتكم.